مرحبا بك إلهام. اليوم تنتواجدوا برواق محمد سيس للنهوض بالأعمال الاجتماعية والتربية والتكوين، والمناسبة معرضك الفردي اللي اختاريته بواحد العنوان جميل جدا، حوار مع الزمان. تكلمينا إلهام على هذا المعرض ديالك، شنو الخصوصيات ديالو؟ هو معرض اللي جا من بعد عدة معارض اللي كلهم كيتكلموا على الوقت أو الزمان. كل مرة كناخد مثلا عمل 2 أو 3 ديال المعرض السابق وكنزيد عليهم أعمال واحدة أخرى. يعني دابا كاين هنايا تقريبا 50 عمل، منهم واحد 3 اللي كانوا دازوا بحال اللي كناخدهم هما نقطة انطلاق، وكندير عليهم أعمال جديدة فيه تقنيات جديدة اللي ما كانتش قبل، الخشب على نحاس. يعني دخلت فيه واحد العناصر عاوتاني اللي ما كانتش قبل. بالنسبه للعنوان حوار مع الزمان، اشتغلتي دائما إلهام تشتغل على الزمان. شنو هي الخصوصيه ديال الزمان في هذا المعرض هذا مقارنه مع زمان المعرض ديالك ديال باب الكبير مثلا؟ المعرض ديال باب الكبير كان سميتو أزمنة. كاين واحد الخيط اللي جمعهم كلهم، الزمان ديال هذاك الوقت والزمان ديال هذا الوقت، حيت هذاك الوقت ديال باب الكبير اللي تكلمتي عليه كان بدا دخلت في ذاك العنصر ديال العقرب الساعه اللي كدوز في الاتجاه المعاكس. اما في 2016 ما كانش، كان مازال ما بداش، واخا هضرت على الوقت. هذاك الزمان ديال هذاك الاتجاه المعاكس هو اللي كان بقى نهضر عليه. لا بدا خاصني نهضر عليه حيت هذاك زمان روحاني في عده في هادو اللي درت وهادو اللي ماجيينش. بالنسبه للزمن، هاد الثيمان اللي تشتغل عليها غتبقى دائما في القادم من المشاريع ديالك الصباغيه والجماليه ان شاء الله برحمه الله. يعني مفهوم الزمان حاضر. ديك دائما كتجيني صعيبه نطبقوا حنا على راسنا، ولكن دابا كنحس انا براسي يلا في البدايه. يعني مازال برحمه الله ان شاء الله العطاء في هذا الموضوع هذا ان شاء الله. المعرض ديالك بدا لو 27 نوفمبر. ودابا كان نورمالمون كان غيسالي في 15، دابا غيسالي في الاخر ديال الشهر، وداخل ان شاء الله. يعني الجمعه المقبله كاين مع ليله الاروقه. مهتمين مرحبا بكم. هذا المعرض هذا كاين فيه عناصر هنا اللي كتفاعل مع الزائر. شكرا لك.